ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اه والله وحشتوني خالص. اخباركم عاملين ايه؟ انا قلت بقى ايه، يعني بعد ما كتبت لكم البوست بقى بتاع الراحه بقى، والجسم لازم يرتاح والكلام ده. اصل في ناس على فكره بتعتبر ان راحه جسمها دي حاجه، يعني حق تضييع وقت فعلا، وحق مش مكتسب يعني. المهم قلت ايه، انا يعني قلت للناس بقى تعمل يعني يروحوا يرتاحوا جسمهم، لو طالب انا كمان اروح اعمل حاجه بقى ايه بتريحني وكده. فانا بحب قوي القهوه التركي بتاعتي دي. بصوا الفنجان لون الفستان، انا لسه واخده بالي دلوقتي ان الفنجان لون الفستان. قلت اعمل القهوه بتاعتي، اصلا بحب القهوه جدا اه والله. قلت اعمل القهوه بتاعتي بقى ايه وكده، واشتغل بقى جنب ايه، ولسه افتح بقى وبتاع، اشتغل جنبي دي جي في فرح تقريبا او حنه بقى، عقبال عندكم كده وعقبال حبايبكم يا رب. اشتغل في العماره اللي جنبي فرح. فشغال فرح بقى وبتاع، فالصوت عالي جدا جدا يعني. فقلت طب يا بنت ياسمين هاتي بقى المايك بتاعك والستاند بتاعك بقى وسجلي كده وقولي للناس بقى ايه فوائد القهوه. القهوه دي بقى يا جماعه طلعت مفيده خالص اه والله. مفيده جدا. في ناس بتهاجم القهوه كتير وتقعد تقول لك القهوه مش القهوه، وبتعبي الجسم ميه وبتتخن. والقهوه حلوه جدا يا جماعه والله، وفيها فوائد كتيره جدا، ودراسات اتعملت كتيره حلوه قوي على القهوه. طبعا اول حاجه ان هي احنا بنشربها عشان هي فيها كافيين فبنفوق، هي فعلا بتصحي المخ. وسامعين صوت الدي جي؟ مش عارفه سامعين؟ صوته عالي جدا، مش عارفه هيبقى مسموع ولا ايه، يا رب ما تسمعوش يعني. المهم بقى ايه، القهوه فيها زي ما بتصحصح المخ، تخلي الواحد يقدر يفكر احسن، يأدي احسن. لو ان هي بتدي الواحد طاقه، يعني الواحد دايما فعلا قبل فنجان القهوه يبقى عامل كده، وبعد فنجان القهوه تلاقيه بقى ايه، فاق كده وحس انه عنده طاقه ويقدر يبذل مجهود. عشان كده بننصح بيه الناس اللي بتحب تلعب رياضه، تنزل تمشي تروح الجيم. الرياضيين على فكره بيشربوا القهوه دايما قبل التمرين، لان هي بتديهم طاقه، بيديهم طاقه وفعلا بتحسن من ادائهم كتير. ففنجان قهوه قبل ما نروح التمرين او ننزل نتمشى، او ولادنا ينزلوا، لا ولادنا ايه، لا مش ولادنا. اي حد يعني ينزل يلعب في الجيم او كده او يعمل رياضه. الولاد بقى اقل من 12 سنه ما يشربوش قهوه، مفيش كافيين قبل 12 سنه، كافيين بعد 12 سنه. فالقهوه بقى بتظبط الدنيا دي. الحاجات التانية برضو ان هي في القهوه، تخيلوا البن ده اللي مش احنا بنعمل قهوه تركي فيه، اللي هو البن اللي من تحت ده، ده كله ده مليان مضادات اكسده ومضادات التهابات، يعني بتخلي جسمنا يشتغل احسن، بتنظف الخلايا بتاعتنا. مفيده. تخيلوا بقى للبشره ولصحه القلب، لو ان هي لصحه القلب، لو ان هي ممكن تقلل من خطر الاصابه بالسكر نوع تاني. جميله جدا يعني، ممكن بتعمل فوائد حلوه قوي. ف حلوه للكبد. تمام. فالقهوه مفيده وحلوه، وممكن كمان تساعد الناس انها ممكن شويه تسد النفس، فتساعد شويه الناس اللي بتحب تعمل دايت. طيب نشرب قد ايه بقى من القهوه؟ يعني العلم بيقول ان ممكن الواحده الست فينا تشرب لغايه 5 كوبايات قهوه، 5 فناجين قهوه يعني. بس انا بقول الاعتدال وسط، من فنجانين ل3 زي الفل. وحاول طبعا نبعد عن الوقت بتاع النوم، يعني بلاش نبقى، لان هي بتقعد من 8 ل 12 ساعه في الدم الكافيين. فحاول ان احنا نبعد شويه، لو احنا بنتوتر او نومنا خفيف او كده نبعد شويه عن الساعات بتاعه النوم. نشرب ملاش على معده فاضيه، عشان ممكن تعمل شويه التهابات في المعده. ايه تاني يا ياسمين؟ بس ده تقريبا كل الكلام اللي كنت عايزه اقوله لكم على القهوه يعني. انا بحب يعني فنجانين ل3، والواحد دكتور نفسه، يعني ما يكونش مثلا حد ما بيطقش القهوه او بيتعب لما بيشرب قهوه اقول له يروح يشرب قهوه، قال اصل انا سمعت ان القهوه مفيده. لا، لو انت ما بتحبهاش او لو بتتعب بيها، او في ناس مثلا انا قلت مثلا فنجانين 3، في حد مثلا يقول لك انا بشرب فنجان وتعمل لي ضربات قلب سريعه لا خلاص، انت طبيب نفسك. ما دام بتتعبك، ما دام ما بتحبهاش، خلاص عندنا حاجات تانية كتيره ممكن نشربها يعني. بس انا قلت اقول لكم الكلمتين دول واروح اكمل فنجان القهوه. الوش طار، مفيش وش، الوش اختفى. واسمع الدي جي بقى. هم مش مشغلين اغاني حلوه والله، هم لو مشغلين اغاني حلوه انا هتبسط، بس هم مش مشغلين اغاني حلوه. انا ماليش في المهرجانات والحاجات دي، مش بفهمهم اصلا. اه والله. ف يعني اشوفهم يمكن يشغلوا حاجه حلوه دلوقتي. عايزهم يشغلوا حكيم. يلا كل سنه وانتم طيبين. واضح ان انا محتاجه بقى فنجان القهوه تقريبا بخطره. باي باي.